كان في اتنين، الاتنين دول كانوا أصدقاء جدا، اتقابلوا وهم صغيرين في الجامعة، اتقابلوا ما يعرفوش بعض، حبوا بعض ونشأت بينهم صداقة جميلة جدا جدا، وكانوا بيشاركوا حياتهم اليومية بأدق تفاصيلها مع بعض. الاتنين دول اتجوزوا وخلفوا، وبسم الله ما شاء الله أولادهم كبروا وخلاص كمان اتخرجوا من الجامعة. عاشوا عمر كبير مع بعض يوميا، يوم بيوم ولحظة بلحظة، وكانت بينهم صداقة مجردة من أي مشاعر، من الحسد أو الأنانية أو الحقد أو المصلحة أو أي حاجة ممكن الواحد يتخيلها. ممكن نقول كانوا روح واحدة في جسدين، وتمر الأيام والاتنين دول يتغيروا على بعض، الطرفين يبعدوا عن بعض بدون سابق إنذار، مش مثلا سنة أو 2 أو 3، لا ده سنين. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل هنا إن الاتنين أكيد في حاجة حصلت، دي رفضت تتكلم ودي رفضت تتكلم. اللي حصل هنا مشكلة كبيرة، إن المفروض بمعايير الصداقة كان لازم لما يحصل التغير، وأكيد التغير ده ما حصلش مفاجئ، ده أكيد كل طرف قعد يراقب الطرف التاني لحد ما أخذ القرار بالفراق. كان المفروض إن كل واحد يتكلم مع الطرف التاني ويقول هو ايه اللي مزعله، او هو ايه اللي ملاحظه، او ايه المشكله اللي دارت، بدل ما كانت المشاكل تزيد لحد ما هما يفترقوا بالشكل ده. في كمان حاجه مهمه جدا، ان المفروض في وقت الازمات لازم نقف جنب بعض. وقت الازمه بالذات بيكون الطرف اللي موجود في الازمه، خدي بالك ان هو بيكون مشاعره متذبذبه، هرموناته متقلبة، حياته كلها بتتقلب. فعلى الطرف التاني بحكم الصداقة انه لازم ان هو يصبر، ولازم يبقى في ظهر الطرف التاني، لازم. طيب اللي انا عاوز اقوله ان الاتنين دول لفتوا نظري في حاجة مهمة جدا، ان بعد سنين الفراق اكتشفوا ان الاتنين دول حافظوا على العشرة بالرغم ان هم افترقوا عن بعض، وكان الفراق فراق جميل، والعشرة كانت عشرة جميلة. الاتنين دول صانوا أسرار بعض ورفضوا ان هم يتكلموا على بعض لأي حد، لدرجة ان الأصحاب المشتركين ما يعرفوش هو ايه ان في بينهم مشكلة. يعني اللي عجبني في الاتنين دول قد ايه عشرتهم كانت جميلة، وقد ايه فراقهم كان جميل، وقد ايه في رقي في العلاقات. انا دلوقتي بتكلم مش على الصداقة، انا بتكلم على الرقي في العلاقات. نادر قوي لما تلاقي حد عنده رقي عالي جدا في العلاقات. الرقي في العلاقة هنا يشفع لكل طرف فيهم. قد ايه الاتنين دول كان عندهم اخلاص، ممكن ما يكونش عندهم اخلاص في العلاقة، لكن عندهم اخلاص في الامانة والمشاعر، وان هم صانوا العشرة والعلاقة الطيبة اللي كانت بينهم. فانا دلوقتي بنصح الكل انك ما تدوريش على الصداقة، ما تدوريش على حد انك انت تتكلمي معاه، لا، انا انصحك انك تدوري على الشخص الامين، تدوري على الشخص الراقي في العلاقة، راقي في حضوره وراقي في غيابه. هو ده اللي احنا مفتقدينه دلوقتي، الناس الراقية. قد ايه ناس جميلة ممكن تتعاملي معاها وتتفرجي عليها وقت خلاف جدا سيئة كأنك ما تعرفيش الشخص ده، تتفرجي عليها وقت مثلا لما يكون في تصفية حسابات او مثلا في فلوس مشتركة ما بينكم ما تعرفيش الشخص ده. عشان كده دوري على العملة النادرة وحافظي عليها، حتى لو ما فيش علاقة حافظي عليها. الإخلاص والرقي في العلاقات أجمل بكتير من الصداقة اللي هي صداقة مزيفة. عشان كده الصداقة الحقيقية والرقي في العلاقات هو اللي يكسب. أشوفك على خير. ما تنسيش إذا عجبك المحتوى اضغطي لايك واشتركي معايا في القناة. أشوفك مع رانيا.